بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحديث السابع عشر: رفق النبي ورأفته بصحابته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. متفق فيه. حديث طبعا لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. حديث آخر. هذا الحديث رواه مسلم. ده يبين قمة الروعة في أخلاق رسول الله وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس. أنا وعندي خدام هطلع عينه، خد يا ولد وعيش الدور بقى، إن أنا يعني عندي خدام، روح حتى لو ما فيش حاجة أقول له روح وتعالى بس أشوف راح وجاي، يعني أستمتع أنا كده، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم جميل ممتاز، وكل اللي كان عنده زي سيدنا زيد خيروه يروح لابوه، قال لك لا انا عايز اقعد ده انت خدام، ده انت كنت سيد قومك، لا انا هقعد هنا، هبقى عند الراجل ده خدام. يا عم ازاي يا ابني؟ ابوه يقول له يا ابني انا جاي لك وعمك وجايين ناخدك وما صدقنا لقيناك بعد ما تهت مننا واتخذت، ومش عايز تيجي معانا وعايز تقعد مع هذا الرجل. قال نعم. فقال لا اقول لكم خذوه او اتركوه، ولكن خيروه، هو اللي يقول مش انا. قال لا والله لا اترك هذا ابدا، ما حييت اسيب ده، مش ممكن. يا سلام. يبين حديث أدبا من آداب النبوة وكيفية معاملة الخدم، حيث كانت أخلاقه تتصف بالرحمة والرفق والرأفة والشفقة والعطف والشيء الجميل صلى الله عليه وسلم. يا خدمت أي قمت بخدمتي والقيام على شؤونه. أف كلمة تدعو على الكراهة، أف كده، ولا تقول ده أنت مقرف يا أخي كده مثلا، أنا قرفان منك أو أي حاجة، يبقى ده لفظ أنا مش مستريح لك، مش قاعد سعيد بيك يعني، خلاص. لما فعلت كذا؟ سؤال عن سبب الفعل والباعث عليه، أي لا شيء صنعت هذا الفعل ليه، لأي شيء عملت الكلام ده، أنت عملت الكلام ده ليه؟ ما قاليش عملته، ما عملت، ما فيش. يقول له عملت ليه أو ما عملتش ليه. أنا بعمل الحاجة يمدح ويحسن، والله ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك يا ابني، ده جميل، إيه ده؟ إيه الأخلاق الحلوة دي؟ طيب، يوضح حديث أدب من آداب النبوة وخلقا ساميا من أخلاق الكريم وشمائلها العظيمة في تعامله مع الناس، حيث كانت معاملاته تتصف بالرحمة والرفق والرأفة والشفقة واللطف. طيب، من قام خدمة، يحكي لنا سيدنا أنس بن مالك الأنصاري أنه خدم حين قدم المدينة 10 سنين، وأمه اللي جابته، لأنه شرف أن يكون خدام رسول الله. فقالت خذ هذا بني، هذا ابني، خذه يخدمك، يحمل عنك نعليك. يا سلام، إيه الكلام ده؟ ليخدم رسول الله لو كان عنده 10 سنين ساعتها. طيب، ظل سيدنا أنس يخدم 10 سنين كمان، يبقى عنده 20 سنة. لم يظهر منه أي ضجر أو ضيق أو احتقار أو تأفف طيلة هذه السنوات العشر، فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم أنسا على تقصيره أبدا، أو حاجة تقصير صدر منه، أو نهي أمره نبي أو نهاه عنه، ولم يقل له يوما لشيء فعله لما فعلته، ولا شيء تركه لما تركته، صلى الله عليه وسلم. يبقى فهل فعلت كذا أو أي ألفاظ من دي ما حصلش مع رسول الله ومع بينه وبين أنس، ولو بأدنى الكلمات التي تعبر بها عن التضجر، كلمة أف حتى ما حصلش. طب على ما تدل هذه المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا ان احنا كلنا سواسية، ما فيش حد يتكبر على حد ويشيل. تعرف انا مين؟ هطق يا عم الحاج يحصل لك حاجة، انت مين يا عم؟ انت مين يا عم الحاج؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص. يبقى حسن عشرته وجميل حلمه وكريم صفته عليه الصلاة والسلام، فإن شأن الخدم والمخالطة تقتضي سؤال عن مثل الأمور، ولكن حسن خلقه وحمله على ألا يسأل عما وقع من خادمه أنس، يعني مش عايز يحرجه ويضايقه وينغصه ويفكره انه خدام يعني، لا، يعيش براحته كأنه سيد في البيت، يعمل اللي هو عايزه. يا نهار أبيض. ما الدليل على أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت نموذجا حيا من أخلاق القرآن؟ كان الأخلاق صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا من أخلاق القرآن. قد سئل سيدة عائشة رضي الله عنها أخلاقه إيه؟ كان خلقه القرآن. يبقى كان رسول الله كل حاجة بيعملها أخلاقه كلها تنم عن إيه؟ عن أنه يتخلق بأخلاق القرآن. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنف قديما يوما، شتم وضرب وعور وشلفط؟ ما فيش الكلام ده خالص نهائي. أنه عنف قديما يوما أو احتقر أو شتم أو ضربه أو حمله فوق طاقته، لم يفعل أبدا، ما حصلش. بما أمر صلى الله عليه وسلم يعمل خدام، قول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، أي يقومون على شؤونكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يد أو أخوه تحت يده فيعملوا إيه؟ فليطعمهم ما يأكل، حتى لو لقمة يا راجل، ويلبسهم ما يلبس.
لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لو أنا قلت له تعال شيل يد الرمل ده، شيل نقلة الرمل دي، يخلص. طب ما تيجي يا ابني مساعدك، يلا حبيبي، يلا يا ابني، يلا يا ابني، حمله لك وانت تشيل، حسسني اني معايا. ما تحسسنيش ان انا عبد عندك وتديني على دماغي، ان انا ده انا انت بتشاركني. فدي حتى القائد كده لما يكون في حد في شغل ايده في ايد اللي معاه، هيحسسه ان انا معاك، مش سيد عليك وان انا رئيسك وان انا بتاع. احنا بتوع بعض، يعني احنا مع بعض بنسند بعض وبنقوم بالشغل مع بعضين. حتى لو كنت انا اميرك او انا سيدك او انا سلطانك او انا مسؤولك او انا مديرك او اي لفظ يعجبك بقى، او مدرسك الاول او مشرف عليك في الماده او ايا كان، سيان كل ده. طيب يا سيدي، حلو قوي. لذلك كان سيدنا حذيفه ابن عتبه كان عنده سالم. سالم ده كان عبد جميل، حفظ القرآن وأسلم وبتاع، فكان سيد سالم يحبه قوي، فكان بيأكله معه. فدخل أبوه قال: ما هذا؟ هل قامت القيامة؟ هل انتهى الزمان؟ أتطعم عبدك معك؟ إيه المصيبة ده؟ مصيبة ملهاش حال. شفت ابني بياكل مع العبد بتاعه. لا، كان مسميه سالم مولى أبي حذيفة، وكان مسميه سالم ابن حذيفة أبو حذيفة، فبعد كده بقى سالم مولى أبو حذيفة. فكان يحبه حبا شديدا، حتى أنهما قتل الاثنان معا في حديقة الموت ودفنا معا في قبر واحد، الخادم والسيد معا، لحبهما. والإسلام غير الناس ازاي وخلاهم حاجة جميلة ازاي. طيب، قوله: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. أنا قاعد جاب لي المحمر والمشمر وريق الواد هيقع مع حاجات جميلة. خد يا ابني، خد يا ابني الطبق ده، خش كل يا حبيبي. لو أنا مش عايز ياكل معايا، لا يقعد ياكل معايا، يا ريت. مش عايزه، طب خد يا ابني الصينيه دي انت كل جوه، يلا حبيبي. يبقى حاجه جميله، معلش ان انا بقى الباشا البتاع، يعني واخد بالك. ما الذي تبينه روايات هذا الحديث؟ هو الذي يتشرف بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا انس. وبعدين فنته بركه دعاء حتى جاءت امه قالت: يا رسول الله، خويدمك انس. شوف الادب بتاع الست، تصغير. خويدمك انس ادعو الله له. فقال الله: اللهم بارك له في ماله، واصبح غني جدا وعنده عيال وعنده، الله اكبر، ماشي، واطل عمره واغفر ذنبه. احلى دعاء ام اختارته. لذلك سيدنا انس كان من السعداء. طيب، ما يرسل الى حديث حسن خلقه وكريم شمائله صلى الله عليه وسلم، الرفق بالخادم وحسن معاملته وعدم الاساءة اليه، مراعاة خاطر الخادم بلطف التلطف معه وترك معاتبته، تنزيه لسانه عن الزجر والسب والضرب والأذى والتقريع والتعنيف. فضل سيدنا أنس. رابعا، طيب الحديث طبعا شرحه بسيط قوي، أنه كان صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات اللطف والرحمة بإيه؟ فقد كان سيدنا أنس بن مالك يخدمه قرابة 10 سنين، لم يعنفه أو يضربه قط، مما يدلل على رحمة رسول الله ورقته صلى الله عليه وسلم وحسن طباعه صلى الله عليه وسلم.